مربى اللارنج التحفه. ايه الحلاوه دي؟ تعالوا معانا نشوف هنعملها باسهل الطرق وباحلى الوصفات. يلا بينا نشوف مع بعض. ليتس جو. عاملين ايه؟ معاكم وفاء عياد من سر الاكل مع وفاء عياد. النهارده هنعمل لكم مربى اللارنج. اللارنج. اللارنج هنعملها دي طبعا اللي انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده، عرفتكم ازاي تقشروها. والقشر هنعمل فيه ايه. ودي انا نقعتها 3 ايام لحد ما المراره بتاعتها راحت. ودي الميه اللي انا شلتها بس بقلبها كده. بنقول لكم احنا بنستفاد بكل حاجه بتاعت اللارنج طبعا. وهضرب ده في الكبه بقى، انا عامله لان انا بحبها ناعمه، ما بحبهاش حتت صغيره قطع. فهضربها في الكبه ونرجع مع بعض نشوف هنعمل فيها ايه. وكده يا حبايبي بعد انا ما ضربتها في الكبه ونعمل بالشكل ده. ده النوع من اللي احنا بنحبه. هحط بقى البطرمان ده كيلو عصير اللارنج نفسه، حطيته كده. وهحط بقى دي بعد ما طبعا بتوزنيها بعد ما بتنضفيها وتصفيها من الميه. انا وزنتها طلعت 3 كيلو. طبعا لما بتجيبي 5 كيلو بتصفي على 3 كيلو مامي واقل. كنت عايزه اسالك سؤال كده صغير. طبعا مش هي على حسب اما بتحب تقدر تعمل اللارنج ده تقطعه على حسب ما هي عايزه. طبعا ده اذواق. انا حطيت ميه اللارنج كده على اللارنج. وهحط بقى السكر، هحط على كل كيلو لارنج نص كيلو سكر فقط لا غير. انا ما بحبهاش مسكره قوي، فهحط بس كيلو ونص على 3 كيلو. انا كنت اللي جولي هديه دول كانوا ما شاء الله حبه حلوين. فهقلبها كده ميه اللارنج. حطيت عليها كيلو، طبعا البطرمان ده بياخد كيلو ميه، كيلو ميه لارنج بالشكل ده. وهسيبها على النار الهاديه مع بعضها كده ونشوف هنعمل فيها ايه وهنكملها ازاي مع بعض بطريقه سهله وجميله. بيبقى طعمها روعه روعه كده. انا معليه عليها النار بس شويه. اول ما ابص الاقي بدات تغلي بس هوطي عليها خالص واسيبها تستوي مع نفسها. شوفي صغيره ازاي. انت بتضربيها في الكبه بقى زي اللي انت عايزاه بالظبط، الخشونه اللي انت عايزاها فيها والتقطيع اللي انت عايزاها فيه بتعمليه. وهسيبها كده ومش هضيف لها اي حاجه لما نرجع مع بعض وتشوف انا هعمل معاكي ايه. شايفين يا حبايبي ما شاء الله. دي بميه اللارنج بس لان انا وطيت عليها. هنضيفه ايه تاني مكون سحري كمان. دي كوبايه عصير برتقال مع عصير ليمونتين، دول بس اللي انا هحتاجهم. وريهم لنا يا ماما كده. هضيفهم كده عصير برتقال، عصير برتقانتين على عصير ليمونتين مع طبعا عصير اللارنج اللي انا حطيته اللي بعزز بيه الطعم بالشكل ده. تاكلي احلى مربى لارنج هتاكليها تحفه تحفه تحفه. هسيبها طبعا تغلي وتتظبط كده زي ما انت شايفه عامله ازاي. شايفه لونها ما شاء الله، شايفه تحفه ولا الريحه بتاعتها خطيره. هسيبها كده شويه كمان وبعد كده اوريك هنعمل معاها ايه. هسيبها بقى كده ما شاء الله. بس انا هعمل حاجه كمان عشان دي هتتشال من يعني فتره. ربع معلقه ملح ليمون عليها، ربع معلقه صغيره. وبقلبها كده لانها الملح ليمون بيعمل عمليه حفظ، لانها بتحفظها من العفن ومن اي حاجه. ودايما لما تعبوها بطرمانات تكون ناشفه ومهويه على وما يبقاش ريحتها اي حاجه البطرمانات علشان ايه ما تلقطش. ودي احلى مربى لارنج هتاكلوها في حياتكم تحفه تحفه تحفه. وبعدين بتجينا من السنه للسنه. يلا بسرعه نخزنها مع بعض تحفه. وبكده انا انتهيت من مربى اللارنج. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك وشير وسبسكرايب. وكانت معاكم وفاء عياد من سر الاكل مع وفاء عياد. دعمكم لينا بيفرحنا. باي. اكتبوا لنا بقى الكومنت الحلو على الوصفه الحلوه. باي.